ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل صنف شتوي لذيذ قوي، المكرونه بالبشاميل بس بالسكر. صنف لذيذ واقتصادي جدا وهيعجبك قوي ومش هياخد معاكي وقت خالص. محتاجين لكيس مكرونه قلم، كيلو ونص لبن، 5 معالق سمنه او سمنه على زيت او زبده اللي يريحك، 5 معالق دقيق، كوبايتين سكر، زبيب وجوز هند وبندق تستبدليه ممكن بفول سوداني وفانيليا. اول حاجه هنعملها في حله على النار، هنبدا نسلق المكرونه بتاعتنا. هتقلبيها كل دقيقتين كده، وبعدين طبعا مش هتحط لها بقى ملح، هحط لها بس معلقة زيت، وهننزلها بقى نصفيها ونشطفها. في حلة تانية على النار هنحط السمنة. انا مستعملة سمنة النهاردة للمكرونة دي، السمنة و5 معالق دقيق، وعلى نار هادية كده وتقلبي كويس لحد الدقيق ما يستوي، ما يبقاش طعمه ني في البشاميل. وبعد كده هنبدأ نحط اللبن، انا طبعا قلتلك مستعملين كيلو ونص لبن، هنحطهم على كذا مرة. حطي وقلبي مضرب البيض اليدوي في ايدك كده، والنار تكون هادية، ما يبقاش فيه اي حاجة متكتلة في البشاميل. هنقلب بقى كويس كده لحد ما نخلص كمية اللبن كلها، وحطيت الكوبايتين السكر وقلبتهم لحد السكر ما يدوب كويس. وبعد كده شايفة بقى القوام بتاعه، احنا محتاجينه كده ما يبقاش تخين. حطيت اخر حاجة بقى الفانيليا وقلبتها ونزلت البشاميل في صينية. بقى حطيت بقى طبقة كده من البشاميل خفيفة تحت، وبعدين حطيت المكرونة اهي بعد ما صفيتها وشطفتها، حطيتها كده. وبعدين حطيت طبقة من الزبيب وجوز الهند والبندق بالشكل ده، وزي ما بقولك البندق تستبدليه بالفول السوداني. وبعدين حطيت بقى البشاميل، حطيت تلت البشاميل الأول كده وبالمعلقة كده وإيه يعني ننزله جوه المكرونة كده. وبعدين حطيت التلت التاني وبنفس الطريقة برضو ننزله جوه المكرونة. آخر تلت بقى في البشاميل خليه للوش بقى بالطريقة دي، سهلة خالص وما أخدتش وقت معانا خالص. هندخلها بقى النار الفرن. أنا مسخنة الفرن دلوقتي على درجة حرارة 220، حطيتها على الرف الوسطاني 40 دقيقة وأخدت 5 دقايق في الشواية. وتقدمي بقى بألف هنا. هي طبعا حلوة وهي سخنة، فوهي سخنة الخرطة مش هتبقى متماسكة معانا، بس طعمها لذيذ قوي وهي سخنة. لو عايزاها بقى تبقى الخرطة طالعة متماسكة، سيبيها طبعا 10 دقايق كده لحد ما تتماسك، بس هي جمالها زي ما بقولك وهي سخنة. وبألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.